ريحة الخبز الفريش والبرجر الطازج من البيت. سويت اليوم لغم برجر بشكل جديد، وصفة جديدة، وقررت أدلع عائلتي. تعالوا شوفوا شلون طلع وبشكله وجماله. استعدوا للانفجار. لغم البرجر الحقيقي، طبقات من السعادة، كلها صوصات وطعم ياخذكم العالم ثاني. إذا كنت جوعان أنصحك لا تكمل الفيديو لأن المنظر لا يقاوم. البرجر مو مجرد أكلة، هو فن وتفاصيل، واليوم قررت أجمع كل الأسرار في لغم واحد. الشغل كله نظيف وبيتوتي، والطعم حرفيا قنبلة. كل نكهات، جربوها وانطوني رأيكم. وأكيد الرفيق الوفي لكل وجبة دسمة. شوف المنظر والفقاعات. ونبدي بالعجينة، ونحتاج 4 أكواب من الطحين. هسه نبلش هنا بالعجينة. خليت بهذا الكوب الكيوت، خليت كوبين من الحليب الدافي، وخليت ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة. خلطتهن بهذا الشكل وغطيتها وخليتها تتفاعل الخميرة مع الحليب حتى نحصل على عجينة هشة وقطنية. هنا عندي الطحين، خاله 4 أكواب من الطحين، رشيت عليه رشة ملح وخليت عليه ملعقة كبيرة من الزبادي، واضيف عليه ملعقتين من الزيت، وتقدرون تستبدلوه بزيت الزيتون، وخليت عليه رشة ملح. من بعدها حضرت العجانة اليدوية وضفت عليه الكوب بالتدريج مال الحليب والخميرة، ومثل ما تشوفون خلطتها بالتدريج حتى ما تصير عجينة سائلة أو تصير قوية. انتو عينكم ميزانكم. أكمل مجانسة العجين بالخلاطة، وتقدرون تستبدلوها بإيدكم. من بعدها ضفت الكمية البقت من الحليب والخميرة، وظليت همينة أعجن بيها. وهنا شفتها إنه بعد تحتاج مي حسب كل من والطحين اللي عنده. أكو طحين يستوجب ياخذ مي هواي، وأكو بيه لا يكتفي بالكوبين. العجينة حسيت احتاجت مي، ضفت عليه نص كوب مي من المي الدافي، وظليت أعجن بيها إلى أن أحصل على العجينة الهشة والقطنية والناعمة. وبالأخير ملعقة طعام زبدة لينة حتى تطري العجينة. بعد ما صارت العجينة بهذا الشكل نغطيها ونتركها ترتاح براحتها، وخليها نص ساعة مكان دافي. لتحضير البرجر عندي هنا لحم مثروم، وضفت عليه بصل مثروم ناعم وبهارات برجر وشوية من صلصة الباربيكيو، يعطيها حموضة خرافية وطعم مدخن. وضفت عليه ملح وجانست المكونات بإيدي. وضروري تخلون بهارات أصلية وطعمها يكون قوي، هي البهارات تبين من ريحتها. أبدي أجانس المكونات، وتقدرون تخلوها ترتاح بالثلاجة أو تباشرون بيها بعد العجن مباشرة. بأي قالب عندكم للهمبرجر، إن كان جاهز أو إن كان مثل هذا اللي عندي هسه، طبق، أي طبق تغلفونه بنايلون ونخليه بالقالب ونضغط عليه، وراح يطلع لنا بشكل يخبل ومتساوي وبأحجام متطابقة مثل الجاهز. شوفوا لي شكله شلون طلع ويخبل. راح نكمل باقي الكمية. شوفوا الفيديو واستمتعوا بالمنظر.
شوفوا لي جمال أقراص البرجر، وهنا خليت شرائح من الطماطة وشرائح من البصل. شوفوا لي الجمال والمنظر الحلو، وتقدرون هاي البقية تفرزون من عندها. هنا عندي طاوة حامية ضفت عليها الهمبرجر وخليتها، وما يحتاج تضيفون أي نقطة زيت لأن هي الهمبرجر دسمة. أضيف أقراص البرجر شي ورا شي على مود تاخذ هذا اللون الذهبي الجميل. استمتعوا لي بالمنظر اللي يخبل. وبنفس الطاوة أحمس حلقات الطماطة حتى تاخذ الطعم اللحم اللي يخبل. أقلب الطماطم من بعد ما أخذت التشويحة الحلوة. شوفوا لي الشكل، يا سلام يتجنن. بعد ما كملت قلي الطماطة ضفت عليه شرايح البصل حتى يتكرمل وياخذ اللون الذهبي. شوفوا لي الجمال. واكيد البرجر ما يكمل اذا مو وياه بصل مكرمل. ضفت عليه هنا ملعقة صغيرة من السكر البني. هنا العجينة اختمرت وصارت بهالجمال هذا والطراوة. هنا سويتها كرات صغار حسب الحجم انتو اللي تريدونه، ورشيت على هذا المكان طحين حتى ما تلزق، وسويتها بهالشكل هذا. من بعد ما كملت هنا كل الكرات فتحت العجينة وخليت العجينة سميكة مو كلش خفيفة حتى تصير مثل صمون البرجر الجاهز. وأنا هنا محضر الكاسات حتى نخلي عجينة بيها وتعطينا شكل القالب الدائري، ونرتبها بهذا الشكل ونخلص كل الكمية. شوفوا لي الجمال. أول طبقة نخلي صوص الكاتشب والمايونيز والخردل. سويت خلطة وبديت أدهن العجينة بالشكل اللي تشوفوه قدامكم. والطبقة الثانية جبن الموتزاريلا. وهسه ننزل بأقراص البرجر. شوفوا لي الجمال، شوفوا لي القوالب شلون حلوة. المنظر رهيب وحيده يحكي. فوقها شرائح الطماطة اللي حمصناها وماخذه كل طعم اللحم، وخليت عليه البصل المحموس المكرمل، يعطي نكهة كلش حلوة للبرجر. عندي صينية فرن خلت لها ورق زبدة والفرن محمي مسبقا. نغلق العجينة زين ونقلبها بصينية الفرن. شوفوا لي الشكل الماخذته اللي يخبل المدور ويجنن، كأنما برجر مال مطاعم. نخليهم بصينية الفرن ونخلي مسافات بيناتهم. شوفوا لي. وهنا خليت بيض ودهنت الوجه بيه حتى تعطينا اللون الذهبي. شوفوا الجمال، الخبزة هشة والحشوة لغم حقيقي. شوفوا لي المنظر الرهيب واللي يخبل. واكيد لازم تفرحون عائلتكم بهيجي اطباق جميلة ولذيذة خاصة للاطفال. شوفوا لي اللحم المشوي بدقة والمكونات الطازجة. لغم البرجر راح يغير مفهومكم عن الطعم الكلاسيكي. اللحظة اللي تكتمل بيها الحكاية. تابعوا الفيديو للأخير ولا تنسوا تشتركون بالقناة.